الCE أو بنفسه اخترع شنطة ظهر ذكية بتتبع كل حركة لابنه في الوقت الحقيقي، وبمجرد ما يضغط زرار يشتغل إنذار فوراً لو في مشكلة. هو عمل كده عشان ابنه عنده توحد وكان قلقان يحصل له حاجة في أول يوم مدرسة، بس اللي ما كانش متوقعه إن مراته بدلت الشنطة دي في السر بشنطة عادية. ولما الولد وصل باب المدرسة ما كانش عايز يدخل لوحده، اضطرت الأم تمشي معاه لحد جوه، ومن قلقها عليه كانت كل يوم تقف تبص عليه من شباك الفصل. وفي الوقت ده الCE أو حاول يتابع ابنه من خلال الشنطة، لكن اكتشف إنها لسه موجودة في العربية. ساعتها فهم إن مراته بدلتها، فاستأجر بيت قصاد المدرسة عشان يفضل متابعه طول الوقت. بس بعد شوية شاف مراته بتتكلم مع راجل وبدأت غيرته تشتغل. كلمها وقال لها كده بإن في مشكلة حصلت في البيت. رجعت بسرعة ومعاها الولد، وهناك اكتشفت إنها بتضحك عليها. تاني يوم عملت له ساندويتش تونة اللي بيحبه، لكن الست اللي حواليه علقت وقالت له إن العملاء مش بيطيقوا ريحته. اضطرت مراته تستنى بره ومعاها الأكل. الولد شاف أمه وهي بيتقالها كده، ولما راحت الحمام دخل مكتب أبوه بالسر وحط حاجه في فنجان قهوة الست دي، ولما كانت هتشربه زعقت وقلبته على نفسها. الأب فهم على طول إن ده شغل ابنه ووبخه بشدة. لما الست عرفت خدت ابنها ورجعت بلدها، لكن فجأة جالها خبر إن أبوها في المستشفى. الدكتور قال حالته صعبة ولازم عملية بسرعة، بس سنه الكبير وصحته الضعيفة يخلوها مشكلة كبيرة. الست اتلخبطت وما قدرتش توقع على الموافقة، ولأن الوقت كان متأخر طلبت من صاحبتها توصل الولد البيت. أول ما وصل الأب سأله: ماما ليه ما رجعتش معاك؟ الولد حكى له كل حاجة، جري على المستشفى، وبعد ما سمع من الدكتور جهز أحسن فريق طبي في البلد. ومع إصراره الست مضت على الأوراق. يوم العملية الست فضلت قاعدة بره قلقانه. ابنها قام اداها حتة حلاوة وقال لها لازم تبقي حلوة زيها.